في ناس كتير بيبصوا للقصة اللي ما فيهاش مفاجأة أو صدمة على إنها أقل جودة من القصص اللي فيها صدمة. ده رأيي بالفعل بيعكس الشعبية العالية لأسلوب البلوت تويست. البلوت تويست بالعربي ممكن نسميها حبكة ملتوية أو لوي مفاجئ للحبكة أو تغير غير متوقع للأحداث. بس خلينا نريح دماغنا ونقول ببساطة بلوت تويست. في الفيديو ده مش بس هنشوف في السريع إيه هو تعريف البلوت تويست، بل كمان هنشوف الأنواع بتاعتها، أو بالأصح هنشوف ال10 أساليب المختلفة اللي بيستخدموها الكتاب في صدم القارئ أو المشاهد. قبل ما نبدأ أنواع البلوت تويست محتاجين الأول نعرف إيه هي البلوت تويست. البلوت تويست هي تغير مفاجئ لأحداث القصة أو حدث صادم معاكس لتوقعات المشاهد. البلوت تويست يا إما بتغير اتجاه القصة لاتجاه مختلف محدش كان متوقعه، أو بتغير نظرة المشاهد للأحداث السابقة عن طريق تقديم معلومات المشاهد ما كانش يعرفها. نسبة كبيرة من أكتر الأفلام والألعاب شعبية هتلاقي فيهم بلوت تويست بتلعب دور كبير في الشعبية العالية دي. بس إزاي الكاتب بتاع القصة بيقدر انه يصدم المشاهد؟ ازاي بيعرف يضحك عليه ويخبي عنه المعلومة؟ وازاي بيقدر يقدمها له بشكل مفاجئ؟ وعلى اي اساس بيختار توقيت تقديمها؟ صنع بلوت تويست مقنعة مش سهل، والكاتب الشاطر هو اللي بيعرف يقدم بلوت تويست صادمة بس في نفس الوقت منطقية. وفي 10 طرق مشهورين الكتاب بيستخدموهم في طبخ البلوت تويست على مدار القصة علشان تتقدم في الاخر بطريقة حلوة. اول نوع هنتكلم عنه من اساليب البلوت تويست وابسطهم هو الاكتشاف الصادم، واللي فيه مصطلح ادبي بيعبر عنه اسمه اناجنوريسز. ده زي ما قلت هو ابسط الاساليب في الكشف عن بلوت تويست، واللي فيه بطل القصه بيكتشف معلومه جديده صادمه واحنا بنكتشفها معاه. يعني ببساطه البطل بيبقى جاهل بحقيقه الامر من حواليه وبعدين بيكتشف الحقيقه، زي مثلا لما لوك سكاي ووكر بيكتشف في اخر ذا امباير سترايكس باك ان لوك بيتصدم بالمعلومة الجديدة واحنا بنعرفها من خلال لوك. يعني البطل في الحالة دي بيكون جاهل واحنا بنكتشف الحقيقة معاه لما بيكتشفها. تاني نوع مشهور جدا وتقريبا الاكثر استخداما هو الراوي غير الموثوق او unreliable narrator. على عكس النوع اللي فات، الصدمة في النوع ده ما بتجيش نتيجة جهل البطل، بل نتيجة انه كان عارفها بس مخبيها علينا. علشان كده بنسميه الراوي غير الموثوق، لانه بيدينا صورة مشوهة للاحداث لسبب ما، يا اما علشان هو نفسه كذاب او علشان مجنون وبيعاني من تهيؤات او عنده فقدان ذاكره مثلا. واحنا بنتفرج على فيلم ما بيبقاش عندنا سبب يخلينا نشكك في الاحداث اللي شايفينها بعينينا، بس في الحقيقه احنا شايفين الاحداث من عين البطل. فيحصل ايه بقى لو البطل نفسه لا يمكن الثقه في روايته؟ لو عايز تفاصيل اكتر على النوع ده من الاساليب الادبيه هتلاقيني عامل فيديو على القناه بيشرح بالظبط ايه هو الراوي غير الموثوق، وبيدي كمان 10 امثله عليه من افلام مشهوره وبدون حرق. تالت نوع من اساليب البلوت تويست هو الشخصيه الرئيسيه الزائفه او الفولس بروتاغونست. وده على عكس معظم اساليب البلوت تويست التانية مش بالضروره بيتم الكشف عنه في النهايه، بل ممكن تكتشفه في اول القصه او نصها او اخرها، مش مشكله. في النوع ده من البلوت تويست القصه بتقدم لنا شخصيه واضح انها بطل القصه، بيكون التركيز عليها اعلى من اي شخصيه تانية، او مثلا بيقوم بدوره ممثل مشهور وليه وزن، او بيكون باين عليه مقومات البطل من قوة وشجاعة ووسامة وكده يعني. لكن المشاهد بيتفاجئ لما القصة بتتخلص من الشخصية دي في أولها وتستبدلها بشخصية تانية. النوع ده بيبقى صادم جدا، لأن المشاهد دايما بيفترض إن البطل هو اللي بيكمل لنهاية الفيلم أو إن الفيلم بيتمحور حواليه، وبالتالي لما بيموت مثلا في الأول خالص دي بتكون بلوت تويست قوية. أنا برضو عملت فيديو كامل على النوع ده من الشخصيات، وبرضو اديت 10 أمثلة من أعمال فنية مختلفة. رابع أسلوب بيتسمى بأسلوب الرنجة الحمراء اللي هي الريد هيرنج. دي متسمية على اسم مغالطة منطقية مشهورة بتوصف الحاجات اللي بتتقال وسط نقاش علشان تغير الموضوع في اتجاه تاني ملوش علاقة وطيدة بالموضوع اللي بتتكلموا فيه، وبكده بيوصلك لاستنتاجات خاطئة. هي اسمها كده علشان الرنجة الحمراء كانت بتستخدم لتضليل الكلاب أثناء تتبعهم لريحة معينة، لأن ريحة الرنجة القوية كانت بتخليهم يروحوا ناحيتها هي بدل الريحة اللي كانوا بيتتبعوها في الأصل. ايه علاقة بقى الكلام ده بالبلوت تويست كأسلوب أدبي؟ الرنجة الحمراء بتوصف أي معلومات مضللة الكاتب بيحطها قاصد علشان
يضلل القارئ ويخليه يوصل لاستنتاجات خاطئة طول القصة، وبكده لما المعلومة الحقيقية بيتم الكشف عنها في النهاية القارئ بيتصدم بعد ما بيكتشف انه كان ماشي ورا دليل غلط طول الوقت ده. زي مثلا لما يحصل جريمة قتل ونكتشف ان شخصية من الشخصيات عنده بقعة دم على هدومه، القارئ فورا بيستنتج ان هو ده القاتل، بس في الاخر بنكتشف ان الدم ده في الحقيقة مش دم القتيل بل نتيجة جرح مثلا، بينما القاتل الحقيقي شخصية تانية خالص. القارئ طول الوقت بيبقى فاكر حاجة غلط بسبب معلومة مضللة محطوطة بشكل مقصود، وبالتالي بيتصدم لما يتم الكشف عن المعلومة الحقيقية. خامس اسلوب اسمه البيريبيتيا، ده وصف ادبي ممكن نترجمه بتصرف لانقلاب مفاجئ للحظ. في النوع ده من البلوت تويست المشاهد مش بيكتشف معلومة جديدة او بيتفاجئ بحاجة كانت مستخبية، بل الصدمة بتيجي من حدوث حادث مفاجئ بيغير ظروف القصة للاتجاه المعاكس. مثلا تخيل معايا فيلم البطل بتاعه طول القصة بيحاول يتجوز البطلة، وفي الاخر خالص لما اخيرا بيتجوزوا السقف بيقع عليهم وبيموتهم هما الاتنين. اكيد ده هيبقى فيلم سيء جدا، بس انت كمشاهد هتتفاجئ. والنوع ده من التغير المفاجئ لحظ البطل تم استخدامه في اعمال فنية كتير بشكل ممتاز. وزي ما قلت التغير في الحظ ده مش شرط يكون لحاجة سيئة، بل ممكن تكون احداث القصة كلها قاسية على البطل لكن فجأة يحصل له حاجة حلوة. سادس اسلوب هو اسلوب رخيص شوية اسمه ديوس اكس ماكينة او التدخل الالهي. جملة ديوس اكس ماكينة معناها اله من الآلة، ودي كانت بتستخدم في وصف حدث كان بيحصل كتير في المسرحيات الاغريقية القديمة، وهي ان بطل يبقى محطوط في موقف سيء جدا ومش عارف يخرج منه، تقوم فجأة تظهر آلة على المسرح بتعبر عن اله اغريقي ما، والاله ده يستخدم قوته الالهية في حل المشكلة بكل بساطة. طبعا واضح ليه النوع ده من البلوت تويست مش حلو، لان الحل بيبقى جاي من بره القصة مش مشتق بشكل منطقي من الظروف بتاعتها. مصطلح الديوس اكس ماكينة بيتم استخدامه حاليا لوصف اي تغير مفاجئ لحظ البطل، ولكن على عكس البيريبيتيا اللي ذكرتها في المثال السابق التغير ده بيكون غير منطقي او القصة ما قدرتش تمهد ليه باي شكل، هو فجأة اتحط كده في القصة بشكل رخيص علشان يحل الازمة. سابع اسلوب هنتكلم عنه هو الفلاش باك او زي ما بيتقال عليها بالعربي الاستحضار. في النوع ده المشاهد بيكتشف معلومة جديدة ما كانش يعرفها من خلال فلاش باك او استعراض لحدث ما حصل في الماضي، وبالتالي القصة بتستخدم الفلاش باك علشان تورينا الحدث اللي حصل في الماضي ده، وبالتالي بنفهم شوية حاجات ما كناش فاهمينها في الاول، من ضمنهم حاجات قد تكون صادمة وبتغير مجرى القصة تماما. تامن اسلوب هو الترتيب الزمني المعكوس او بالانجليزي ريفيرس كرونولوجي. اي قصة في الدنيا احداثها بتمشي من البداية للنهاية، وبالتالي القارئ او المشاهد بيشوف الاحداث وهي بتحصل بالترتيب بشكل طبيعي، ولكن احيانا في بعض القصص بتبدأ من نهايتها وبعدين تبدأ تحكي لك الاحداث بالعكس. الترتيب الزمني المعكوس ده طبعا اسلوب بلوت تويست ممتاز، لانك بتبقى الاول مش فاهم اي حاجة بتحصل وبتبدأ تدرك وتستوعب حصل ايه مع الوقت، والنتيجة غالبا بتبقى صادمة. محدش يتلخبط بين ده وبين اسلوب الفلاش باك. الفلاش باك هو مشهد بيتحط في وسط القصة بيحكي عن حاجة حصلت في الماضي، ولكن بعديه القصة بترجع تاني تكمل خط سيرها الطبيعي. اما في حالة الترتيب الزمني المعكوس القصة كلها بتتحكي بالعكس من النهاية للبداية. فيلم ميمنتو هو مثال مشهور على النوع ده، ولكن الاسلوب ده ظهر من قبله بكتير في قصص ومسرحيات تانية قديمة جدا. تاسع اسلوب هو السرد غير الخطي او non linear narrative. زي ما وضحنا من شوية في نوعين من ترتيب الاحداث في القصص، الكرونولوجيكال اللي هي من البداية للنهاية، والريفيرس كرونولوجيكال اللي هي من النهاية للبداية. طب ايه بقى السرد غير الخطي ده؟ ده لما تبقى المشاهد بتاعت القصة مش مترتبة اصلا، ولا بداية لنهاية ولا نهاية لبداية. احداث القصة بتبقى حرفيا عبارة عن مشاهد كل واحد من حتة، واحد من الاول بعديه واحد من الاخر بعديه واحد من النص بعديه واحد من الاول تاني. لو فاكر ان مستحيل ابدا قصة تستخدم الاسلوب ده وتطلع حلوة، انصحك تتفرج على فيلم بالب فيكشن، واللي يعتبر من اشهر وانجح الامثلة على افلام استخدمت الاسلوب ده من السرد. وبرده سهل جدا تشوف ازاي البلوت تويست بتيجي في الاسلوب ده، لان زي الريفيرس كرونولوجي الاحداث بتتقدم لك بشكل بيخليك مش فاهم بالظبط ايه اللي بيحصل، لكن بتبدا تفهم مع الوقت لما ترتب الاحداث في دماغك، وبكده ممكن تتصدم لما تشوف الصورة كاملة. عاشر اسلوب هو اسلوب بيتم استخدامه كتير، وبالرغم من انه فعال جدا الا ان ناس كتير بتتخنق منه. الاسلوب ده هو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب مع تفعيل جرس التنبيهات عشان ما تفوتوش الفيديوهات الجايه، وممكن برضو تعملوا لايك لصفحة الفيسبوك. اشوفكم الفيديو الجاي.